أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو حنسافر فيه سوا على بلد بيجمع بين الأصالة والجمال الطبيعي، بلد كتير متشوق وحابب اني اعمل عنه فيديو وسافر انا وياكم سوا فيه. اليوم حنسافر سوا على شمال المغرب، وخصوصا حنبلش في مدينة طنجة. طنجة هي البلد الرائعة أو المدينة الرائعة يلي ما بتبعد كتير عن إسبانيا. العربي شكرا. نحن نرحب بكم كيفما كانت الدور. رحلتي لهالمرة إلى المغرب وبديت بمدينة طنجة. أكيد حنتعرف على الثقافة المغربية وعلى الأكل المغربي. الشاي المغربي أو كما بيسموه الأتاي هو أكثر من مجرد مشروب، هو أكثر بيكون رمز للضيافة والتقاليد المغربية، وما في شي بيجمع الناس أكثر من كاسة الشاي بالنعناع مع شوية سكر وحكايات. طنجة هي المدينة اللي بتجمع بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وبتحملك لعالم مليان تاريخ وثقافة. طنجة معروفة بشوارعها العتيقة وأجواءها اللي بتحسها كأنك عايش قصة من قصص ألف ليلة وليلة. من أهم الأماكن اللي لازم الواحد يزورها هي قصبة طنجة بإطلالتها الساحرة، وكهف هرقل يلي بيقولوا إنه كان مكان لاستراحة البطل الأسطوري هرقل. أما الأكل بطنجة فلازم الواحد يجرب اللوبيا والعدس والحمص والحريرة. الحريرة يلي هي شوربة مغربية دافية مليانة نكهات وتوابل. بس الشيء المميز بطنجة إنه هون ولد واحد من أعظم الرحالة بالتاريخ، ابن بطوطة. هذا الرحال المغربي يلي بدأ رحلته من هون بسن صغير، وسافر لأكثر من 40 دولة، من شمال أفريقيا للشرق الأوسط لحد الهند والصين. ضل حوالي 30 سنة بالسفر، وكتب تجاربه بكتاب اسمه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، يلي صار من أهم المصادر عن العالم الإسلامي بالقرون الوسطى. اليوم ضريحه بطنجة مكان بيلفت انتباه الزوار وبيعطي إحساس بعظمة الشخصية التاريخية. طنجة فيها أماكن كتير تستحق الزيارة، بس للأسف وقتي كان محدود، وهلأ صار وقت إني كمل طريقي واتجه إلى تطوان. بك إلى تلفان أيها الأخ السوري العربي. شكرا. نحن نرحب بكم كيفما كانت الدور. شكرا. هذا هو باب توت، أحد الأبواب لمدينة تطوان أو المدينة القديمة في تطوان وما يسموها بالحمامة البيضاء. واحدة من المدن يلي كتير جميلة في شمال المغرب هي تطوان، أو كما يسموها في الحمامة البيضاء. ما بنشوف هنيك البيوت ما أحلاها، كلها بيضة وكل بيت على سقف البيت الثاني، والأحلى من هيك إنه الواحد يمشي بين هالبيوت بالزقايق الحلوين، بتحسوا الألوان أو المشي بالشوارع هي بتحكي لكم حكايات كتير. وهالمدينة هي كتير مشهورة بالفن والثقافة. بحسوا هالشارع هذا مزيج بين تطوان البيضاء وشفشاون الزرقاء، بس ما أحلى تكون هيك البيوت قريبة على بعضها والزقايق أو الحارات كتير ضيقة الواحد يمشي فيها. ما اسمه هذا؟ هالشوارع هي والأسواق هي اللي إلها سقف زي هذا بذكرني شوي بالحميدية بالشام أو شوارع الشام القديمة. هيك بتكون الأجواء في وسط المدينة القديمة في مدينة تطوان، وما يسموها في الحمامة البيضاء، اللي هي بتكون بالقرب من شفشاون أو المدينة الزرقاء. شوف موسكو 7 كيلو ونص أوفرا.
شي مغربي شي مغربي يعني غير مغاربه بصلة؟ بصلة. بطيشة؟ ما هذا؟ Cemetery. I think Spain is near here. بين 50 هنا كيلومتر 40 كيلومتر. اسبانيا هناك. بيئة جميلة هنا في تطوان. تجمع بالجبال والبحر. وهذه هي المدينة الجميلة هنا. فيها الخلابة هنا لأنها تقع بين الجبل والبحر. ما شاء الله. تطوان تقع بين جبل درسة وغرغيس. تطوان المدينة يلي بسموها الحمام البيضاء، بيوتها البيضاء وأبوابها الملونة يلي كل لون فيه له معنى. وتكون لونه أخضر معناته هذا دكان للبيع، وتكون لونه بني هذا منزل. هذا باب بني فهو عندما يكون الأذان يغلقوا يسكروا الدكاكين ويذهبون للصلاة. ما شاء الله. الجامع هو لون الباب بني أم أخضر؟ الجامع الكبير. الزاوية. الحارة قد إيدي تقريبا. الحيط هنا للحيط هنا. هذا أفضل حمام؟ تطوان مشهورة بحرفها التقليدية، وأهمها صناعة الجلود يلي بتبدأ من دباغة الجلود بطريقة طبيعية باستخدام مواد مثل الطين والملح، وبعدها بتتحول لأنواع فاخرة من الحقائب والأحذية وحتى الأثاث، وكل قطعة مصنوعة بإتقان بيروي قصة تراث عريق. وكمان في الصوف يلي بينسجوه الحرفيين بخبرة متوارثة عبر الأجيال، وبيصنعوا منه أجمل الجلابيات والبرانس يلي بتتميز بألوانها الحلوة وتصاميمها التقليدية. هذا هو صنع الجلابية من هذا. بعدين بصير هنا لأن هنا يأتون في الجلد فيصنعون الصوف. عيد الأضحى في عيد الأضحى يقومون بالتضحية ويأتون بجلد الخروف إلى هنا، يصنعون منه الصوف ساندرز. يقومون بصنع الأحذية منه. كامل. بيف جولد شيب. لأن يقومون بغسل الجلد هنا. هي طريقة قديمة من التراث. تذهب إلى المدينة القديمة من هنا. طنجة كبيرة. منطقة عروسة الشمال. نسميها نحن عروسة الشمال. ما هي الأكلات التي يجب عليه تذوقها هنا الأكلة الشعبية التي مشهورة في مدينة تطوان اسمها أكلة البيصان. أكلة البيصان. ما هي؟ الأكلة شعبية. أكلة شعبية مشهورة في مدينة تطوان. يجب أن نبحث عنها. أما الأكل بتطوان فمستحيل الواحد يزور هالمدينة بدون ما يجرب البيصار، اللي هي شوربة دافية غنية بنكهة الفول والتوابل المغربية، واللي بتنعمل بطريقة بسيطة بس مليانة طعم ودفء. وطبعا الشاي المغربي بالنعناع حاضر بكل لحظة بكرم الضيافة المغربي. وإذا الواحد بده يعيش التجربة المغربية الأصيلة فلازم يزور الرياض، يلي هو البيت المغربي التقليدي. الرياض هو بيت مبني حوالين فناء داخلي مفتوح من السماء، مزين بزليج مغربي بألوان ساحرة ونوافير تعطي إحساس بالهدوء والجمال. هالمكان مو بس بيت، هو قطعة فنية من العمارة المغربية، بيعكس ثقافة وتقاليد أهل تطوان. هاي القعدة برا أحلى شي بالبيت، خصوصي وقت تطلع الشمس صبح بكير
مع هالزريعة بعتقد هي ياسمين بلدي، يعني بتعطي ريحة كتير كتير حلوة. وبهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو عن تطوان، المدينة اللي بتحملك لعالم تاني اللي كل زاوية فيه بتحكي قصة. رحلتي لسه ما خلصت هون، في أماكن ومدن تانية بدي زورها بشمال المغرب، وأكيد لازم تشوفوا الفيديوهات تبعها. شكرا كتير لمتابعتكم لهالفيديو. لا تنسوا تحطوا تعليق إذا عجبكم هالفيديو، وتحطوا لايك واشتراك للقناة، لأنه هالشي بيساعدنا نعمل فيديوهات تانية ونسافر أكتر وأكتر. شكرا كتير، سلام.